ببيضة واحدة ومن غير تكاليف كتير وبأسهل طريقة هتقدري تعملي جاتوه شوكولاتة أحلى من بتاع المحلات كمان، وفي ثواني هتكونوا محضراه، وكمان بدون شوكولاتة خالص. يعني الشوكولاتة بتاعتها منها فيها كده، صوص الشوكولاتة منها فيها كده، وما شاء الله حاجة كده بجد اقتصادية، وهتعمليه أحلى جاتوه في ثواني. يلا نسمي بالله، وما تنسونوش في لايك وشير مع أصحابكم. أول حاجة هنجيب الخلاط بتاعنا، ومعانا هنا المج اللي في كل بيت. حطيت كوباية من السكر، سكر عادي خالص، واحط كوباية ونص من اللبن. ويفضل اللبن ما يكونش خارج من التلاجة، لو خارج من التلاجة ياريت تدفيه وتحطي وتستعمليه عادي بقى. هحط هنا نص كوباية من الكاكاو الخام، واهم حاجة يكون الكاكاو بتاعك نوعه حلو عشان يطلع معاكي النتيجة حلوة والطعم حلو. هنخلط ده كله في الخلاط، وبعد كده هنفتح الغطا بتاع الخلاط وهننزل بكوباية زيت حبة بحبة كده، سرسوب صغير كده وانتي نازلة. هتبصي تلاقي القوام بيتقل معاكي بالشكل ده، شايفين بيتقل ازاي؟ هو ده القوام المظبوط. خلاص كده هنخرج منه هنا كوباية، هنفضي كده كوباية منه. ده اللي هنستعمله بقى على وش الجاتو بتاعنا، يعني زي ما قلت لكم كده صوص منه فيه. هندخل بقى الكوباية دي التلاجة، وبقيت بقى الصوص بتاعنا اللي فاضل بتاع الشوكولاتة ده هنحط له بيضة. يعني هنعمل النهاردة الكيكة بتاعتنا موفرة جدا ببيضة واحدة. وبعد كده هننزل بباكت من الفانيليا، حابة تحطي فانيليا سايلة حطي. حطيت هنا معلقه صغيره من الخل. الخل هنا فايدته ان هو محسن حلو قوي للكيك بتاعك. حطيت هنا ربع كوبايه من الميه. وبعد كده برضو هنخلط الخليط بتاعنا ده كويس جدا لغايه كل المكونات ما تدخل في بعضها. برضو بنفس الكوبايه اللي عايرت بيها حطيت كوبايه ونص من الدقيق. وكده حاطين المنخل عشان ايه؟ لازم ننخلهم كده عشان يدخل فيهم هوا كويس وتبقى الكيكه هشه معاكي. وحطيت معلقه كبيره من البيكنج باودر، حطينا البودر على الدقيق عشان كله يدخل مع بعض. ونخلناه كويس، وبعد كده هننزل بقى ببقية الخليط بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين كده. وهنقلب بقى كويس لغاية الخليط بتاعنا ما يعني يبقى ناعم معاكي، ويبقى القوام بتاعه بالشكل اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي ده. هنقلب بقى كويس كده بالمضرب بتاعنا اهو، مضرب يدوي عادي خالص او معلقة. وهتقلبي كويس كده لغاية الخليط ما يبقى تلاقيه بقى ناعم معاكي، وكل حاجة دخلت في بعضها. بعد كده ايه؟ هنجيب بقى الصينية بتاعتنا اللي هنعمل فيها دي، الصينية المستطيلة اللي في الصواني المستطيلة بتاعتك دي، الصينية المتوسطة اللي هي اللي في النص. بعد كده يعني جبت مسحة كده من الخليط بتاعنا بتاع الكيك وحطيتها عشان ايه؟ ورقة الزبدة دي تثبت فيها ما تتحركش معاكي. لو ما عندكيش ورقة زبدة ممكن تستعملي، عارفين ورق الكراريس بتاعة الرسم بتاعة الأولاد؟ هتعمليها عادي خالص وهتبقى حلوة معاكي، مش لازم تروحي تشتري ورق زبدة ولا حاجة. على فكرة احنا شطار وبنعرف نتصرف يعني. وكمان لو مش حابة تحطي ورق خالص، خلاص يبقى ادهني زيت وحطي كده رشة من الكاكاو عشان الخليط بتاعنا طبعا بالكاكاو. هنفرد بقى كويس كده الخليط بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، تفرديه كويس عشان ما تبقاش واحدة ايه عالية والتانية واطية في الفرن. وتكوني بقى مشغلة الفرن بتاعك علشان مش هتاخد معاكي الصينية 10 دقايق وهتكون استوت معاكي. هتحطيها في الرف الوسطاني وهتشغلي عليها على اعلى درجة عندك، هتستوي على طول، مش تاخد معاكي وقت عشان ما ينشفش معاكي. عشان هو اصلا كله ايه؟ طبقة خفيفة مش طبقة سميكة. في نفس الطبق كده بعد ما غسلناه حطيت هنا معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، وحطيت عليها كوباية الا ربع من الكريم شانتيه، وحطيت عليها ربع كوباية من السكر. كنت هضيف النص كوباية بس ايه، حسيت كده ان هي هتبقى مسكرة فضيفت ربع كوباية بس. وكل المقادير ان شاء الله هسيبها لكم في صندوق الوصف. وبعد كده حطيت كوباية برضو، كوباية الا ربع من المية المتلجة، نفس الكوباية اللي عايرنا بيها الكريم شانتيه. الكريم شانتيه بتاعك لو جايباه من عند العطار هيبقى احلى بكتير من اللي هو الجاهز. وهنعمل كده هنضربه كويس بقى بالمضرب الكهرباء بتاعنا لغاية ما يبقى القوام بتاعه متماسك بالشكل ده. ده بقى الطبقة التانية اللي هنحطها على الكيك بتاعنا اهو. بعد كده ما خرجنا الكيك بتاعتنا على طول تيجي مغطياها وتسيبيها لما تبرد خالص، عشان بقى ايه لما نيجي نحشيها من الكريم شانتيه ما تسحش فيه. اهم حاجة تسيبيها تبرد. بعد كده هنحركها كده بالسكينة وهنقلبها على اي حاجة عندك انت هتزيني عليها، وهنقلبها بالشكل ده، وهنشيل منها الورق الزبدة بالشكل ده. هتتشال معاكي وما شاء الله عليها بتكون طرية جدا والله. يعني الكيك طالع طري بشكل يعني مش معقول بجد، طري وجميل يعني رغم ان هو واخد بيضة واحدة بس طلع تحفة. انا جبت المسطرة كده عشان نقسمها كويس ما تطلعش واحدة ايه يعني واحدة كبيرة عن التانية اهو. قسمتها بالشكل ده
سهلة خالص، يعني مش هتكون صعبة خالص والله، يعني هتعمليها مش تاخد معاكي نص ساعة. كل حاجة عملتها يا دوبك، بس ال الكيك سبته يبرد شوية اهو. شايفين الطبقة بتاعته تحفة ازاي؟ ما شاء الله الكيك طلع طري كده وحلو. بعد ما تطلعيه زي ما قلتلك غطيه عشان ما ينشفش معاكي، عشان هي طبقة خفيفة مش طبقة سميكة، طبقة الكيك بتاعتك. بعد كده هنحط عليه الكريم شانتيه اهوت بالشكل ده. هنسويه كويس كده لغاية اما كل الجوانب تبقى زي بعضها اهو. على فكرة انا ما بسقيش الكيك خالص عشان الكيك معايا طري تحفة. يعني اللي عارفني وعارف ان انا على طول بعمل التورت وكده، دايما مش بسقي الكيكات بجد، بتطلع معايا طرية وتحفة. جربوا المقادير بتاعتي وجربوا الطريقة دي ان شاء الله تطلع معاكم احلى كيك كده. وعمره ما هيكون ناشف معاكم، يعني مش هيعوز ان انت تسقيه خالص اي حاجة. شايفين اهو. حطيت بقى، اشتغلت على طول كده باخر تجليسة معايا من الكريم شانتيه، وبعد كده سويتها شوية. يعني الجو اصلا، يعني الجو بقى حلو، مش زي الاول حر وكده، والكريمه هتسيح منك او حاجه. لا الجو بقى حلو وهتكون حلوه معاكي اهو. جبت على طول كده من غير ما احط في التلاجة ولا اي حاجه، على طول خرجت الشوكولاته بتاعتي اللي احنا عملناه، الصوص بتاعنا اللي احنا فضلناه. شايفين ما شاء الله عامل ازاي تحفه. عايزه اقول لكم ان طعمه حلو جدا، بس اهم حاجه تحطي كاكاو طعمه حلو. كاكاو خام هاتيه من عند العطار هيبقى جميل معاكي اهو. شايفين اصلا تقيل وحلو ازاي؟ هتفرديه كده على الجاتو بتاعنا بالشكل ده بالراحة خالص. وشايفين اللمعة بتاعته؟ اللمعة بتاعته حلوة جدا اهو. بتفرديه كده بكل سهولة. طبعا مفيش اسهل من كده، يعني ان شاء الله هتعمليه في ثواني الاولاد كده، مش هتاخد معاكي اي وقت. شايفين؟ حتى لو انت عندك مناسبة عيد ميلاد او او اي مثلا عندك ضيوف جايين، يقولك حرفيا نص ساعة وهتكوني محضراه اهو. بس انا شلت الحروف بتاعته كده عشان يبقى شكله منتظم شوية، مش هشيل منه حروف كتير ولا حاجة. هو حلو كده وزي العسل اهو. جبت بقى المنشار بتاعي وقطعته بالشكل ده. انا مقطعة هنا الخرط بتاعتي كبيرة، يعني هم اخدوا معايا 10 قطع، 10 قطع من الجاتو. لو انتي صغرت القطع شوية هاخد معاكي 12 قطعة، هيبقى حلو اوي. شايفين ما شاء الله تحفة. واللمعة بتاعت الشوكولاتة جميلة. عايزة اقول لكم بعد ما تحطي الشوكولاتة تدخليها شوية في التلاجة قيمة ساعة او حاجة، عشان ايه؟ خاطر لما تيجي تقطعي القطعة بتاعتك تطلع حلوة كده ومتماسكة في الخلاط. مش هيحتاج منك مضرب او اي حاجة. شايفين؟ شايفين الشوكة اصلا بتنزل في الكيكة طرية، الكيكة طرية بجد تحفة. طرية وصوص كده تحفة، طعمه حلو، ولا حطينا يعني شوكولاتة ولا كلفنا نفسنا خالص اهو. جربيه ان شاء الله، انا واثقه كده ان انت هتخلصي الفيديو وتقولي انا عايزه اعمل الجاتو ده بجد تحفه. يا رب يكون عجبكم الفيديو النهارده. متنسوش بقى تحطوا لايكات حلوه كتير عليه عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. واشوفكم تاني في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.